السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني في فيديو جديد، وان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض بطاطس صوابع مقرمشة طعمها حلو قوي ولذيذ. اول حاجة هقشر البطاطس زي ما انتوا شفتوا كده، وبعدين هبدأ اقطعها بنفس الحجم، وبعدين هقطعها صوابع زي ما انتوا شايفين كده، برضو تكون كلها بنفس الحجم، وياريت تبقى اللي هي بطاطس تبقى طويلة كده، بتبقى حلوة قوي في السوا. تمام. بعد ما بتقطعهم كلهم صوابع زي ما انتوا شايفين كده، شايفين الحجم بتاعها كويس ازاي. هبدأ اغسل البطاطس وهصفيها، وبعدين هبدأ احط عليها مية ساقعة متلجة. تمام. نغطي البطاطس كلها بمية ساقعة متلجة، وبعدين نحط عليها تلج. هنحط عليها تلج ومية ساقعة متلجة زي ما انتوا شايفين. المية ساقعة والتلج بيخلوها تبقى مقرمشة. بنسيبها بقى ممكن ساعة، ممكن ساعتين. لو انتوا عندكوا عزومة ولا حاجة ممكن نسيبها من قبلها بيوم، بتبقى طعمها حلوة اوي ولذيذة. وطبعا بعد ما نحط التلج هنبدأ نقلبها كده في بعض، وبعدين هبدأ احط خل على حسب الكمية طبعا اللي انتوا حاطين البطاطس بتاعتكم، يعني تحطوا عليها خل. وبعدين هبدأ احط ملح، بس احنا بنحط خل وملح، وهقلبهم في بعض كده. ده كده شكلها بعد ما طلعتها من التلاجة. انا سبتها يوم كامل، وطبعا هنصفيها وبعدين نبدأ نحطها على نار عالية. بس بعد ما حطيناها هبدأ اديها قلبة كده، بس اقلبها واسيبها على النار. بصوا بقى شكلها بقى عامل ازاي. بس هسيبها شوية برضو وبعدين هبدأ اطلعها. ده شكلها بعد ما طلعتها، شكلها حلو جدا وبجد مقرمشة وطعمها حلو قوي. ومش هحط عليها ملح، خلاص انا حطيت لما كنت بعملها لانها سبتها يوم كامل في التلاجة، فمش هحط ملح تاني، وكان طعمها حلو ومظبوط جدا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلوا كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.